السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الحلوى اللي كتجي بارده ولذيذه بثلاث مكونات فقط. ندوزو الطريقه ديال التحضير. عندي هنا 350 غرام من الشوكولاته البيضاء. غنضيف له هنا واحد ملعقه كبيره من الزيت النباتيه وغنخليها تذوب على هذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد ما ذابت الشوكولا ديالنا غنضيف له هنا 200 غرام من الفول السوداني او البيان اللي حمرته في الفران وهرمشته، وغنضيف واحد نصف كيس من الكاكاو. كيبقى اختياري، تقدروا تعوضوه بالقهوه السريعه الذوبان، تقدروا تعملوا ملعقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان. غنخلط هاد المكونات مزيان حتى يذوبوا لي في الخليط على هذا الشكل. عندي هنا علبتين من البسكوي، النوع اللي استعملته هو هنريس. الوزن ديال العلبة كل وحدة فيها 85 غرام. استعملت انا علبتين اللي طحنتو وغنضيفو للخليط على هذا الشكل هذا بشويه بشويه حتى نتحصل على واحد الخليط يعني متجانس ومتماسك على هذا الشكل. صافي خديت هنايا المول ديال السيليكون، تقدروا تستعملوا طبعا اي مول متوفر عندكم. كناخذ الخليط ديالي وكنوضعو في المول ديالي على هذا الشكل هذا حتى نسالي جميع القطع. من بعد كندخلو للنبيره او الفريغو يبرد واحد 5 دقائق يبرد ويتماسك وكنخرجو. ودابا كنوضعوه هنايا في هذا التبصيل وغادي ندوب واحد 50 غرام من الشوكولاته السوداء على هذا الشكل هذا، وغادي نعمر ديك الفراغات بالشوكولاته السوداء كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. طبعا كيبقى التزيين اختياري، تقدروا تزينوهم بالكراميل او باي حاجه بغيتو تزينوا بها. وكيبقى هذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى هذا الفيديو اتمنى الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم ما تنساونيش من الاشتراك في القناه. شكرا لكم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله.